السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامل ايه؟ الحمد لله. انت صاحب المكان هنا؟ ايوه. طب انا بس عايز منك خدمه صغيره لو قول. ممكن يعني. ربنا يبارك لك يا رب. معلش هتقل عليك، بس انا بص انا مش بالمنطقه هنا، ويعني كان معايا الشنطه بتاعتي فيها الفلوس وفيها حاجتي ووقعت مني، فانا بس محتاج منك خدمه صغيره يعني ازازه ميه و... ولو تديني بس 10 جنيه او 15 جنيه هركب بيهم، وان شاء الله يعني ايه هرجعهم لك قريب. هاخد رقم تليفونك ابعتهم لك على فودافون كاش، لا اما انا في اي وقت هبقى اعدي على حضرتك اديها لك. لو تقدر تساعدني يبقى كتر خيرك. حضرتك ساكن فين؟ انا ساكن في مدينه نصر. جاي لحد هنا معرفه يعني؟ انا كنت هنا في مشوار يعني مع ناس صحابي يعني، بس هم روحوا والمفروض ان انا كنت هطلب اوبر وكده، بس اتفاجئت ان الحاجه بتاعتي عادي. وقعت يعني. عادي. لو هي لو فيها يعني تقال عليك، ما انا مش عايز احرجك والله يعني، بس معلش. انت عايزه لو مش هتجيبهم حتى مش اشكال، مش شرط. احنا كلنا بنقع في الظروف ديت والحمد لله رب العالمين. ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك. حاجه هتساعدني عايز يعني؟ ايه؟ عايز ايه ان شاء الله؟ انا يعني ازاز ميه بس صغيره لو ممكن يعني ان شاء الله. ازازه ميه صغيره. الله يبارك لك. وازازه حاجه ساعه كمان. لا مش عايز سائل عليك. عادي حبيبي. عادي والله. هي ميه بس والله. ماشي يا حبيبي. وعايز محتاج قد ايه يعني؟ يعني 10 جنيه بس. 10 جنيه؟ 10 جنيه هتكفيك؟ يا عم 10 جنيه. هي بس يا دوبك هركب بيها اي حاجه والله، يا دوب يا حبيبي. وان شاء الله يعني هتفرج يعني. ربنا يديك الصحه يا حبيبي. الله يبارك. سواء جت او ما جتش ما تقولش اهم حاجه يعني. احنا معانا اولاد زي حضرتك كده. يعني مسامح فيها لو انا ما عرفتش يا اجي لك حبيبي تاني من غير اي حاجه يا حبيبي. عايز ثاني؟ والله. الله يكرمك يا حاج. عايز ثاني؟ خد. الله يكرمك. انت راجل طيب. الف سلامه. الله يبارك لك يا حاج. ان شاء الله هشوفك تاني وهجيب لك حق الحاجه دي. ربنا يديك الصحه. معلش تقلت عليك. الف سلامه حبيبي يا عم الحاج. حبيبي يا عم الحاج. السلام عليكم. لو محتاج اي حاجه قول. الله يبارك لك يا حاج. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. طلبت منه ميه، اداني كمان حاجه ساقعه، واداني ال 10 جنيه اللي انا طلبتها منه. فاحنا هنروح له دلوقتي علشان خاطر يعني نكرمه زي ما هو اكرمنا، وهنطبق معاه كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهنروح دلوقتي لعم الحاج الطيب ده وهنشوف هنعمل معاه إيه مع بعضينا. تعالوا كده يلا بينا. السلام عليكم. ازيك يا حاج؟ عامل إيه؟ الحمد لله. فاكرني؟ فاكرك. لسه كنت عندك من 10 دقايق. ايوه طب فاكرني. بص أنا كنت بصور معاك برنامج تجربة اجتماعية، والكاميرا اهي، بس الكاميرا كانت في العربية طبعا انت ما كنتش شايفها. فانا عايز اسالك على حاجه، انت لسه عدتني وانت ما تعرفنيش اصلا. انت بتقول لي حضرتك فلوسك اتسرقت او ضاعت منك او حاجات زي كده، ودي بتحصل لنا كتير يعني. فيعني هتيجي يعني عشان واحد ياخد 10 جنيه مش معقوله طبعا. هيكون راجل محترم وفلوسه وقعت الكلام ده كله. فلازم الانسان يعني يكون للناس اللي بعضيها يعني. الناس اللي بعديها. بس انا ما اعرفش ان حضرتك يعني بتصور يعني. ما هو احنا بص يعني احنا نازلين للناس الطيبين اللي زي حضرتك. هو كله من فضل الله عم. اسم الحاج ايه بقى؟ صبحي. عم صبحي. المحل ده بتاعك يا عم صبحي؟ لا انا ايجار. انت اكرمتني ويعني من غير ما تعرفني. يا عم ما تقولش الكلام. فانا عايز برضو يعني ايه ارد لك اللي انت عملته معايا. كله عند ربنا. البوكس ده فيه ورق، الورق ده كل ورقه مكتوب فيها جايزه، فانا عايزك تختار كده اول ورقه كده ونشوف بقى. بسم الله. سمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحده ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول ورقه لعم صبحي 1000 جنيه، دي اول ورقه. اديتني حاجه ساعه. طب هنسحب بقى كمان ورقه عشان الحاجه الساعه. انتوا كده بتخلوا الثواب كله يروح كده والله. لا انت عملت الثواب لله وهو هيفضل لله برضه. انهي واحده فيهم؟ دي امسك انت دي برضه. انت عم صبحي بتنقل ولفات؟ ده رزق بقى. ده رزقك. كده 2. كده فاضل لك ورقه، عارف بتاعت ايه؟ بتاعت ال 10 جنيه. انا مش هتكلم. تالتة برضه 1000 جنيه يا عم فتحي. يرزق بيه ربنا. نعم وفضل. لا انا مش عايز نشوفك بتعيطي يعني، احنا جايين نفرحكم والله العظيم يعني. سبحان الله يعني ربنا بيقول الحسنه ب10 امثالها. امسك كده البوكس. عم صبحي هم متقسمين جوائز والورقه. اللهم صل على
وتاني ورقه فلوس جديده عشان العيد. وادي تالت ورقه يا عم سامح، ال 10 جنيه بقى. انت محتاج اي حاجه تانية قول لي. الحمد لله والله العظيم. ده فضل وعدل من عند الله. تستاهل الحمد فضل لله. وعدل. يلا سلام عليكم.